أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة وحلقة فريدة مع الأستاذة فريدة الشباشي. اتقبض على جوزي قبل ما يتم السنة جواز. المسرح موجود بس يمكن إنتاجه قل شوية. احنا اكتشفنا ان اتسرق من المتحف 54 قطعة. تقول إيه للشباب اللي دايما تجري ورا وهم الثراء الفاحش؟ هو لما قال ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى، عرفت ان ده راجل هيرجع مصر لمكانها ومكانتها. ليه كنت بتشتمي عبد الناصر في يوم من الأيام؟ ومفيش حاجة اسمها حجاب على الرأس. هي اول مدينة ضخمة عاش فيها الفنانين اللي عملوا هذه الحضارة. الأستاذة فريدة الشباشي دخلت الإسلام عشان تهاجمه. حضرتك أولادك في نفس المجال انا كده؟ مش دعوه بالاثار ولا لي صله بالاثار وما بدخلش ولادي في حياتي. يعني احنا لو عاد بينا الزمن تاني من 12 سنة و13 سنة دول، ينفع مسرح مصر يرجع من 13 سنة ورا؟ طبعا كل واحد ممكن ينتقد ويقول إنه ينقصه حاجات، لكن ده واقع وتجربة مهمة جدا تستحق الدراسة. حساس أنت يا أستاذ محمد. مش مسألة حساس، البني آدم يعني.